احنا داخلين على 2026، والسنة دي مش سنة عادية. دي السنة اللي حرفيا يا إما هتقفزك 10 سنين لقدام، يا إما هتخليك واقف مكانك والدنيا بتجري كده. لأن في شوية حاجات هقولك عليها، لو ما عرفتهاش من دلوقتي مستني ايه؟ هتلاقي ناس اصغر منك بكتير بتسبقك حرفيا، وناس اكبر منك مش عارفين يلحقوا اصلا. 2026 مش سنة البلان الخطة، 2026 سنة التطبيق على أرض الواقع. سنة اللي فاهم بيجري واللي مستهتر بيتسحل. وأنا مش جايلك بكلام تنمية بشرية خالص، جايلك بخمس حاجات لازم تفهمهم وتحطهم فوق دماغك كده. 5 حاجات لو فوتهم الدنيا هتسبقك 10 سنين وانت لسه واقف مكانك عمال تتفرج. يلا بينا نبدأ واحدة واحدة، وركز لان كل نقطة من دول لو طبقتها مستواك هيعلى حرفيا. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اول نقطة معانا ال AI او الذكاء الاصطناعي مش رفاهية، ده شغل. دلوقتي في 2026 اي حد مش فاهم ال AI او مش عارف يستخدمه بصراحة كده حياته المهنية هتبقى شبه واقفة مكانها. الذكاء الاصطناعي دلوقتي مش لعبة ولا حاجة للزينة، ده بقى المساعد الرئيسي بتاعك، مديرك، حتى زميلك في الشغل. تخيل كده انت عايز تعمل تصميم سريع، ال ال AI بيعمل لك نسخة احترافية في ثواني معدودة. عايز تكتب مقال او منشور، برضو ال AI بيلمس لك كده كل الافكار وبيخليها جاهزة للنشر كده على طول. حتى برمجة ال AI بيكتب لك الكود وبيختصر عليك ساعات طويلة. حتى لو شغال في التسويق او المبيعات، ال AI برضو بيعرف لك افضل طرق الاعلان وبيحلل لك البيانات بسرعة النور كده. الموضوع مش انك تبقى خبير، لا، المطلوب تبقى فاهم تستخدمه صح. لو كل يوم هتجرب حتى ادوات ال AI حتى نص ساعة كل يوم، هتلاقي الانتاجية بتاعتك ارتفعت 3 مرات. واللي مش بيعمل كده صدقني هيتساب ورا، واللي فاهمين اللعبة دي من بدري. يعني باختصار كده ال AI او الذكاء الاصطناعي مش رفاهية، ده شغل. لو عايز تبقى مهم وتسبق الناس ابدأ من دلوقتي مش بعد سنة، دلوقتي. تاني نقطة معانا، مهارة واحدة بتساوي فلوس كتير. زمان كان الناس كلها بتقولك اتعلم كل حاجة، خليك عامر بالمعرفة، على طول كنا بنسمع الجملة دي صح؟ والحقيقة دلوقتي احنا داخلين خلاص على 2026، الكلام ده اتغير خالص تماما. اللي بينجح دلوقتي مش اللي بيعرف كل حاجة، لأ، اللي بيعرف حاجة واحدة بس وبإتقان رهيب جدا. يعني فور اكزامبل، لو انت كويس في المونتاج مش محتاج تكون رسام او كاتب او مصور، مجرد المونتاج الصح هيخليك تكسب آلاف ومش هزار. لو انت شاطر في كتابة السكريبت المحتوى، محتاج شغلك يلمس الناس صح ويبقى مميز، هتلاقي برضو الفرص جاتلك لوحدها ان شاء الله. لو في التسويق، الجيم، البرمجة او السوشيال ميديا، نفس القصة. المفتاح مش تعدد المهارات، صدقني المفتاح هو اتقان السكيل واحدة بس. خد بالك اللي عنده سكيل محددة كده حتى لو كانت بسيطة غالبا بيكسب اكتر من اللي عنده 100 سكيل نص نص كمان ومش مظبوطين. الناس اللي بتجرب كل حاجة نص نص كده، اللي هو من كل فيلم اغنية، يجربوا ده وده 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 ومش بإتقان كمان، بيضيعوا وقتهم. واللي بيركز على حاجة واحدة بس ويتقنها ده اللي بياخد الفرص الكبيرة. يعني باختصار، خد مهارة واحدة اجتهد فيها، اتقنها كويس جدا، والفلوس هتيجي صدقني لحد عندك. وصدقني 2026 مش هتستنى حد. اللي فاهم سكيل واحدة وبيشتغل عليها كويس جدا كل يوم هو اللي هيكسب القمة. تالت نقطة معانا، الوقت. الوقت
مش هيتحنن عليك. بمعنى ايه؟ ركز معايا في النقطة دي لانها مهمة جدا جدا. 2026 مش سنة هادية، مش سنة هتستنى حد. الوقت دلوقتي بقى أسرع من أي وقت فات. أي حد مش منظم هيلاقي يومه بيجري، صدقني. شهره بيطير وسنته خلاص راحت مع السلامة. اللي مش مرتب يومه اللي هيلف عليه كده. يعني لو صحي من غير بلان واضحة، من غير خطة واضحة، هتلاقي نفسك ضيعت نص اليوم على السوشيال ميديا أو على حاجات ملهاش لازمة. الخدعة البسيطة: خد لك 3 مهام في اليوم، اي مهمة بس اي مهمة بس تكون مهمة جدا، سواء كانت دراسة، شغل، اتعلم سكيل. المهم تمشيهم مهما حصل، حتى لو المهمة كانت بسيطة، المهم الالتزام بيها. اللي ماشي بعشوائية كده بيقول هعمل حاجة كده لما افضى. صدقني لما تصحى هتلاقي السنة خلصت وانت ما عملتش حاجة تستاهل فيها. 2026 محتاجة ناس سريعة، ناس مركزة، ناس عندها خطة حتى لو كانت صغيرة. اللي فاهم بيسبق، واللي مستهتر واللي مستهتر دايما بيتساب لورا. يعني باختصار الوقت مش هيتحنن، مش هيقف، مش هيستنى حد. لو عايز تبقى سابق الناس، نظم يومك، حدد 3 مهام زي ما قلت لك كل يوم وامشي عليهم مهما حصل. اللي بيعمل كده هيعيش 2026 صح. واللي مش هيسمح الوقت واللي مش هيسمح للوقت هيتحكم فيه وهيضيع السنة. رابع نقطة معانا: صحتك بتساوي الإنتاجية. ناس كتير فاكرة إن الصحة مجرد جسم حلو أو شكل ظاهري. لأ خالص. الصحة دلوقتي مرتبطة بالإنتاجية بتاعتك، بتركيزك، بمستقبلك كله. النوم بتاعك، الأكل اللي بتاكله، الرياضة اللي بتعملها، كل حاجة فيهم بتحرك دماغك أو بتوقفه. يعني لو نايم قليل دماغك هتبقى تقيلة، تركيزك هيبقى ضعيف، وهتلاقي كل شغلك بيضيع. لو اكلت وجبات مش صحية او تقيلة هتحس بالخمول ومفيش انتاجية اصلا. لو ما عملتش رياضة جسمك هيبقى كسول، دماغك مش هتشتغل صح. واللي حاصل ده كله بيساوي مستقبل ابطأ وفرص ضايعة. حتى لو اتمرنت نص ساعة في اليوم، صدقني انت كده سابق نص العالم. مفيش حاجة اسمها مشغول. لو مهتم بصحتك هتلاقي وقت تعملها. واللي بيهمل جسمه بيخسر شغله قبل ما يخسر اي حاجة تانية. يعني باختصار صحتك مش رفاهية، صحتك هي الانتاجية بتاعتك، هي تركيزك، هي مستقبلك. اهتم بنومك، اكلك، ورياضتك، وهتشوف الفرق الكبير في كل حاجة بتعملها. خامس واخر نقطة معانا: الناس اما هتسحبك لفوق يا اما لتحت. في 2026 مش سنة العلاقات الكتير. مش محتاج حد حواليك بس علشان يبقى ملاين للوقت كده. السنة دي سنة العلاقات الصح اللي هيساعدوك تكبر، يرفعوك لفوق ويخلوك أفضل نسخة من نفسك. اللي بيهدر وقتك، اللي بيطفيك، اللي بيسحبك لورا، شيلهم من حياتك تماما من دلوقتي. مش لازم تقطع علاقاتك كلها، انا ما قلتلكش كده، بس خفف تواجدهم حواليك. واللي بيشجعك، اللي بيشدك، اللي بيكبرك، احتفظ بيهم وخليهم في حياتك. دايرتك الصح بتساوي نجاح أسرع، فرص أكتر، دماغك مرتاحة. خد بالك اللي حواليك ممكن يكونوا سبب في نجاحك أو سبب فشلك. الناس الصح هتزود تركيزك، هتزود طاقتك، هتخليك مستعد تواجه أي تحدي. اللي غلط في اختيار الناس حواليه هيفضل دايما دايما واقف مكانه، متفرج بس على نجاحات غيره. يعني باختصار كده 2026 محتاجة الناس الصح يكونوا حواليك. اللي هيشدوك لفوق خليهم جنبك، واللي هيشدوك لتحت خليهم بعيد وشيلهم من حياتك أصلا. الدايرة الصح بتساوي مستقبل أسرع، بتساوي فرص أكبر، بتساوي نجاح حقيقي. وفي النهاية خلصنا أهم 5 حاجات لازم كنت تعرفها قبل ما ندخل على سنة 2026. ال AI ذكاء الاصطناعي مهارة واحدة بس متقنة
تنظيم وقتك، الاهتمام بصحتك، واختيار الناس الصح حواليك. اللي عمل كل ده صدقني صدقني مش بس هيقدر يتحكم في يومه، ده هيسبق الزمن كله اللي لسه واقف مكانه. خلي الكلام ده ينبهه كده وينذره. الدنيا مش هتستنى حد صدقني، واللي اتأخر هيتساب لورا. زي ما قلت لك 2026 مش سنة انتظار، دي سنة التنفيذ على أرض الواقع. ابدأ من دلوقتي، ابدأ من دلوقتي حتى لو خطوة صغيرة، المهم انك تمشي وتتحرك. ركز على نفسك، استثمر في وقتك جدا، حافظ على صحتك، واستعمل الاي اي الذكاء الاصطناعي زي السلاح كده، واختار الناس الصح حواليك، والباقي كله هيجي معاك خطوة خطوة. واللي قاعد معايا لحد اخر الفيديو، انا متأكد انك دلوقتي جاهز تبقى اسرع اذكى واقوى السنة الجاية ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وما تنساش تشترك في قناة لو ما اشتركتش. لو أول مرة بتشوفنا انزل نورنا بزرار الاشتراك في القناة، وفعل زرار الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول. وبس كده. اللهم لا تتركني للضلال، ولا تخلى عني الخطيئة، والهمني راحة الضمير حتى أستطيع أن أنام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.